السلام عليكم، مرحبا بكم مع حلويات دنيا زاد. اليوم جيتكم بحلوى جافة ان شاء الله تعجبكم. نبداو المقادير على بركة الله. عندي 2 حبات بيض كاملين، وعندي مبشور الليمون، وعندي نصف كاس سكر، وكاس غير ربع تاع الزيت، وعندي كيس تاع الخميره، وعندي فرينه. هذا ما كانوش عندي في العجينه. ونبداو الخليط ونوري لكم كيف نخلطوه. شوفوا عندي هذا الطاس، انا ندير في هذا الطاس، وانتم تحبوا ديروا في البغا ديروا. ندير 2 حبات بيض، وندير السكر، نخلط مليح، ونزيد مبشور الليمون، والزيت نخليها حتى نخلط السكر مع البيض وماد والمبشور الليمون، وماد باه نبدا ندير الزيت. شوفوا كي ذاب لي السكر مع البيض. دوك نبدا نخلط الزيت، ندير كامل ونخلطها ونعاود نخلطها ونعاودوا تشوفوها كيفاه. شوفوا كامل خلطها. دوك نفرغها في هكذا في اليان. دوك نبدا ندير الفرينه وكيس تاع الخميره. هذا ما كان. شوفوا نبدا ندير في الفرينه، ونزيد ندير كيس تاع الخميره. الفرينه نخلط ونشوف شحال تديريه. لازم تولي عجينه متماسكه، وما كي تكون عجينه متماسكه ما نخليوهاش يابسه بزاف، نديروها شويه طريه تكون. دوك انا نكمل كامل وتشوفوا. شوفوا هكا العجينه تجي طريه. شوفوا هكذا. دوك نخليها تريح واحد 10 دقائق، وما باه نحلها. تشوفوها كيف حليتها. شوفوا حليت لاباط تاعي، حلوها هكذا شويه. وعندي هذا المول نقطع بهذا المول. دوك كي نقطع كامل وتشوفوا هكذا. بس حقا تكون تجيني مثقبه من في الوسط. سحقها هكذا. دوك انا نكمل كامل وتشوفوا. هنا درت صفر حبه بيض ومغرفه صغيره تاع القهوه، وكي نطلي كامل ونرش من الفوق بالجلجلان. دوك نوري لكم كيفاه ندير هكذا. ندير كامل هكذا، طليو مليح من الفوق باش تجي حميمره شابه هكذا. هكذا كامل. وتكون الكوشه مشعوله، طيبوها من تحت ومن فوق تحمر وتخرجوها وتجي هايله. دوك انا نكمل كامل هكذا وتشوفوني. دوك نوري لكم كيف ندير الجلجلان من الفوق برك. شوفوا ندير الجلجلان كامل من الفوق، نديرو مليح باه يخرج شباب هكذا. شوفوا هكذا كامل. دوك انا نطيبها على 180 درجه، طيبها من الفوق ومن تحت. كي تخرج نوريها لكم في تبسيط تقديم. هاي حلوتي كملتها. شوفوا كيفاه جات ما شاء الله، وجات خفيفه وتذوب في الفم، والمقادير تاعها سهلين وما فيهاش ما تكلفش بزاف. يعني تقدروا ديروها وسهله في وقفه، تقدروا ديروها. نقول لكم خذوا غير الطريقه برك وتنجح لكم ان شاء الله تعجبكم. في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا نقسم لكم حبة كيف تجي من الداخل. شوفوا تجي روعة. شوفوا ذوب في الفم. شوفوا يعني كيف تجي من الداخل، تجي ما شاء الله.